نبدأ كلامي بالصلاة والسلام على الحبيب واللي صلى عليه عمره يخيب. خوتي وخواتاتي، صلوا على رسول الله. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرتم في الخصب فأمكنوا الركاب أسنانها ولا تجاوزوا المنازل، وإذا سرتم في الجدب فاستجدوا، وعليكم بالدلج فإن الأرض تطوى بالليل، وإذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالآذان. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وللحديث بقية، وأنا إن شاء الله غادي نكتبو لكم كامل في أول تعليق وغادي تلقاوه مثبت تحت الفيديو، ولكن دابا حاليا غادي نوقفو في هذه الجملة بالضبط، حيت الموضوع ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نهضروا فيه على الغيلان، واللي غتكونوا مؤخرا أكيد كلكم سمعتوا بهم، خصوصا وأنهم ظهروا في مدينة ديرنا الليبية من بعد الفيضان اللي وقع عندهم واللي خلف عدد كبير من الجثث ديال الناس، واللي من هذا المنبر باسمي وباسم قناتي كنقدموا للشعب الليبي أحر التعازي والمواساة في عائلاتهم، ونسأل الله أن يتغمد الشهداء في رحمته الواسعة وأسكنهم الله فسيح جناته. أما بالنسبة للموضوع ديال الغيلان اللي ظهروا عندهم فاحنا غادي ندخلوا في التفاصيل ديالهم. شكون هما الغيلان؟ واش هما مجرد خرافة وأساطير ولا الوجود ديالهم حقيقي؟ شنو هما الصفات ديالهم؟ وعلاش ظهروا مؤخرا في مدينة ديرنا الليبية؟ وكيفاش نقدروا نحميو راسنا ونتجنبوهم شي نهار إلا صادفناهم؟ هادشي كامل غادي نعرفوه بالتفاصيل. تابعوا الفيديو الاخير وما تفلتوا حتى دقيقه. وقبل ما نبدا الموضوع ديالي، الا كنتوا اول مره تشاهدوا فيديوهاتي ما تنساوش ديروا ابوني للقناه وتفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد. فبلا ما نطول عليكم، على بركه الله ندخلوا في موضوع ديال اليوم. الغيلان هي جمع كلمة غول، والغول هو نوع من أنواع الجن اللي عنده القدرة في التشكل في عدة أشكال وكيقدر يتلون في صور كتيرة. واللي معروف على هذا النوع من الجن هو أنه كيظهر في الليل، خصوصا قبل من الفجر، فهما كيبانوا على شكل كرة ديال الضوء، وكيبقى داك الضوء يطفي ويشعل باش فاش يشوفوه الناس يبقاو تابعين ديك الإضاءة ويتلفوا أو يتيهوا، أو بمعنى آخر يتغولوا. لهذا السبب بالضبط علاش تسماو بالغيلان. واكثر بلاصه تشافوا فيها الغيلان بكثره كانت هي الصحراء الربع الخالي في السعوديه، وتما الناس كيطلقوا على الغيلان اسم ابو فانوس نظرا للتشكل ديال الغيلان في الشكل ديال الفانوس، حيت فاش كتكون جالس مثلا في شي بلاصه خاليه ولا دايز منها فكيبان لك واحد الضوء اللي بعيد وكيبان بحال شي فانوس. هاد الشي وثقوه بزاف ديال الناس اللي صوروا هاد الاحداث بالكاميرا فاش كيكونوا مثلا غاديين على الطريق او مخيمين في الصحراء. من شوي طفى النور ورجع شغله. فبحال واحد القصه اللي معروفه بزاف في السعوديه ديال مجموعه ديال الاخوان اللي كانوا مخيمين في الصحراء، حتى لواحد الوقيته بان لهم داك الضوء من بعيد كيطفي وكيشعل، وواحد من هاد الاخوان قرر باش يتبعوه. المهم بقى تابع داك الضوء حتى ما بقاوش خوتو كيبان ليهم، اذا اختفى نهائيا على الانظار. عياو ما يعيطوا عليه وعياو ما يقلبوا عليه، ولحد الان باقي ما لقاوهش. وكذلك كيعاود واحد الشخص اخر انه كان مسافر وسايق طوموبيلته على الطريق ديال الصحراء، وفي واحد الوقيته بدا كيبان ليه داك الضوء ديال الفانوس من العدم، يعني كان ظلام حتى بدا كيبان ليه. في الاول بان ليه بحال الضوء ديال شي طوموبيله جايه في الاتجاه المعاكس، ولكن هذيك السياره اللي جايه في الاتجاه المعاكس ما بغاتش تبان، وهو ما حدو كيقرب منها وهذاك الضوء كيزيد يبعد. هنايا السيد خاف بزاف ورجع بحاله. شي يلمع ولا سيارة. أنا قلت لكم في شيء يلمع. لما راحت السنابة أفكرها سيارة يا جماعة الخير، والله العظيم إنه دخل داخل البر واختفى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللي شافته عيني. أنا حاولت إني
القطه. وقصص بحال هادو بزاف واللي تقريبا كلهم وقعوا في نفس البلاصه، واللي هو الربع الخالي في الصحراء ديال السعوديه. ويكفي انكم تكتبوا اسم ابو فانوس في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وديروا بحث، فراه غيطلعوا لكم بزاف ديال المقاطع ديال لي فيديو اللي كتخص هذا الموضوع. واما عن ان واش الغيلان حقيقيين ولا مجرد اسطوره من الاساطير الشعبيه، فانا هنا غادي نقول لكم باللي الغيلان ماشي اسطوره، انما حقيقيين 100%. والدليل هو انه الغيلان نوع من انواع الجن، والجن في الدين ديالنا الاسلامي مذكور في القران الكريم، وهذه راها حقيقه حتميه لا جدال فيها. واللي كيزيد يأكد وجود الغيلان هو حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، واللي سبق لي وذكرت لكم في الأول. أما بالنسبة للصفات ديال الغيلان فهم نوع من الجن اللي شراني، وهما من سحرة الجن، وعندهم القدرة على التشكل في أكثر من صورة، ودائما كيبغيو يتلفوا الإنسان على المكان اللي هو فيه، كما كنقولوا بالدارجة ديالنا المغربية كيجليو الإنسان. اما بالنسبه للظهور ديال الغيلان في مدينه ديرنا الليبيه فهاد الشيء ممكن يكون صحيح، حيت ولات المدينه بيئه مناسبه جدا لعالم الجن بصفه عامه، ماشي غير الغيلان، بحيث الجن كيبغيو المناطق المهجوره والمخربه، وكذلك المناطق الملوثه، وعاد زيد عليها الكم الهائل ديال الجثث اللي باقي ما دفنتش لحد الان. والناس مساكن اللي ماتت اكيد عدد كبير فيهم اللي غيكون تجرح ونزف قبل ما يموت، والجن فين ما كانت رائحة الدم فراه هو كيكون تما. وكذلك المدينة دابا حاليا ولات خالية تماما من الناس، وحتى من الصوت ديال الاذان ما بقاش كيترفع بحكم المساجد كلها طاحت. ولهذا بزاف ديال الناس اللي عايشين تما كيأكدوا على وجود الغيلان، بسبب انهم بدا كيشوفوا شي اضواء اللي غير مفسره وشي اصوات اللي غريبه في اماكن تواجد الجثث. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. طيب ماذا كنتم تفعلون؟ نحن جئنا من أجل الجثث. جئتم تأكلون الجثث؟ نعم. وأين كنتم قبل هذا؟ كنا في الشام، كنا نأكل الجثث ونقوم بتطهير الأرض من أمثالكم. تطهر. وهذا الشيء خلى حتى فرق الإنقاذ الإسبانية والليبية أنها تنسحب من عمليات البحث عن الناس أو الجثث المفقودة. قوات الإغاثة الدولية تنسحب من دارنا بليبيا. أول من أعلن انسحابه هو قوات الإغاثة الإسبانية. واما عن الراي ديالي الشخصي فالصراحه ما نقدرش ننفي ولا ناكد هذه المعلومه، لانه الفيديوهات المتداوله تقدر تكون حقيقيه كما انها تقدر تكون غير مفبركه. اما بالنسبه للحقيقه ديال وجود الغيلان فهذا الشيء ما نقدروش ننكروه، ولكن واش هي كاينه فعلا في مدينه ديرنا الليبيه ولا لا، هذه هي الحاجه اللي ما نقدرش ناكدها لكم، والعلم كيبقى لله وحده. اما بالنسبه لينا حنايا كاشخاص كيفاش تقدر تحمي راسك من الغيلان الى شي نهار لا قدر الله وصادفتيهم؟ اول حاجه الا بان لك هذاك الضوء ما تتبعوش نهائيا وتجاهله، وما عليك غير انك تحصن راسك بالقران الكريم والاذكار. واللي خاصك تعرف انه الجن راه ما عندهم علينا حتى شي سلطه الا باذن الله، وفي حديث للرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نواء ولا غول. وأجمع العلماء على أن القصد بولا غول هو أنه ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول، بل إنما معناه أنها لا تستطيع أن تغول أحدا، أو بمعنى آخر لا تستطيع أن تضل أحدا، يعني الجن راه ما تقدر لا تضلك ولا تأذيك بحتى شي حاجة إلا بإذن الله. لذلك إخواني أخواتي ما عندكم مناش تخافوا، وإلا شي نهار تحطيتوا في هذا الموقف فقط طبقوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
إذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالآذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا